ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة افنان في البيت. ما تنسونيش يا بنات بالدعم في القناة واللايك والاشتراك الجميل منكم. اهلا بيكم، واكرر كمان سلامي ليكم. اهلا بيكم في قناة افنان في البيت. النهاردة معايا طريقة عمل البرجر من غير مكبس. يعني ازاي اطلع برجرايه مستديره من غير ولا مكبس ولا من غير يلا اي بينا تكلفه. هنعمل برجر. تمام، جبت هنا عندي اللحمه المفرومه. قلت يا افنان تبليها. لو عايزين الطريقه بتاعت اللحمه المفرومه بتاعتي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، او انا دلوقتي ممكن عادي اقولها لكم، مفيش مشكله خالص عندي. جبت اللحمه المفرومه، حطيت عليها طبعا ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وسبع بهارات وبابريكا. حطيتهم يا بنات على اللحمه، وبعدين جبت الاربع بصلات كده حلوين كبار، طبعا على حسب الكميه اللي عندك من اللحمه. انا كان عندي هنا 2 كيلو من اللحمه، فجبت مثلا قولي 6 بصلات او 4 بصلات كبار. وبعدين جبت فلفل 4 قرون فلفل او 3 قرون فلفل على حسب الرغبه، واتنين حباية من الطماطم او 3، بس طبعا على حسب الكميه اللي عندك. لو كميه كبيره يبقى 3، او كميه صغيره يبقى 2، او كميه صغيره خالص تبقى واحده. لان الطماطم طبعا فيها ميات، فاحنا طبعا مش عايزين نكتر الميات في اللحمه عشان ما تفكش مننا. طبعا شايفين يا بنات الحلاوه والجمال. هاتي كيس كده يا بنات، بقى كيس اللي هو عادي، كيس اللي احنا بنستخدمه في تخزين الاكل، الكيس بتاع اللبن عادي خالص. هاتيه وافتحي جميع اطرافه، وبنفس الشكل كده كوري حته اللحمه، حطيها، ولم الطرف ده على الطرف ده والطرف ده على الطرف ده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. وانزلي مره واحده، اكبسي او اضغطي مره واحده علشان يطلع شكل مستدير او مضغوط بالشكل ده، نفس الشكل اللي احنا نشتريه من بره يا بنات. حرفيا ولا بيفك منك في قلب الزيت ولا اي حاجه تماما، زي ما بتنزلي زي ما بتطلعي. تمام. طبعا انا عملت معاكم السندوتشات كده على طول، صورتها لان انا فعلا حرفيا كنت في اليوم ده مضغوطه قوي علشان ابو مالي كان مسافر، فانا ما عرفتش افتح خالص كاميرا، فانا صورت على طول كده السندوتشات. وطبعا بألف هنا على اللي كانهم كلهم. ان شاء الله في مره كده احاول اكون رايقه واصور لكم ان البرجر زي ما بيتفكش في الزيت. انت حطي طاسه كده على النار، على نار كده متوسطه، وانزلي كده، ما تنزليش بزيت غزير خالص. تمام. يجي مثلا ربع كوبايه زيت كده في قلب الطاسه، واصبري لما يسخن كويس قوي، وانزلي بايه؟ بالبرجر اللي انت مفرزاه في الفريزر. طلعي كده كل واحده بوحدتها، يعني وانزلي على طول بالزيت، في الزيت. طبعا يا ام علياء، انا الصراحه بشكرك جدا جدا انك انتي شاركتي لي الفيديو عندك، وحقيقه انا فرحت قوي، وبجد الف شكر. ما تعرفيش قد ايه انا بعزك يا ام علياء، وحياة ربنا قبل ما اتجوز كنت بتفرج عليكي. حقيقي انت شجعتيني على كل حاجه حلوه، ربنا يبارك لك ويجازيكي خير. طبعا يا بنات، ادي اول قرص قمر طلع مننا. طبعا قطعه برجر، بس انا بضحك معاكم يا بنات. حرفيا انا فعلا ندمانه اللي انا ما صورتش معاكم كل لحظه انا بعمل سندوتشات، بس ان شاء الله لينا كده عن قريب هعمل تاني ونقعد ناكل سوا. انا كنت هنا بقطع كده اكياس بالحجم ده علشان ابدا احط بين كل واحده وواحده، عشان طبعا ما يلزقوش في بعض. لما تيجي كمان تطلعيه من الفريزر على طول يطلعوا معاكي. ادي القاعده، احط عليها اول واحده، وبعدين امسك التانية كده، الكيسة التانية احطها عليها، وبعدين اجيب قطعة اللحمة التانية، البرجرية التانية بقى، منقولش عليها قطعة لحمة خلاص، نحترمها شوية. زي ما قلتلكم يا بنات الطريقة، بصل وفلفل وطماطم ودقيق ونشا. تمام. وبعدين هنجيب ايه بقى؟ الملح والفلفل الاسمر والكمون والكزبره والسبع بهارات والبابريكا. طبعا الدقيق والنشا على حسب برضو الرغبه، او على حسب الكميه اللي عندك، عينك مقدارك. دي كان كل الكميه اللي انا عملتها. ودي كان لحمه تانية عندي بنفس التتبيله بنفس كل حاجه. وده كان شكل السندوتشات في النهايه. طبعا الكميه دي كنت شلتها كلها في التلاجة في الفريزر. طبعا بقى حطيت طماطم وفلفل، خيار مخلل، جبنه شيدر مدخنه، جبنه طبعا عادي اللي انت عايزاه بقى حطيه، وطماطم وفلفل وبصل. تمام. وبس كده يا بنات، يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده. مع السلامه.